هو احنا بنعقدها على نفسنا ليه؟ تعالي اعلمك تشيز كيك، شكلها فخم وطعمها يجنن وطريقتها اسهل مما تتخيلوا. لوتس تشيز كيك، واحنا اسفين يا رجين بس الوصفة دي لا تقاوم. معايا باكت بسكوت لوتس وهضربه مع بعض في الكبة، هحط عليه 3 معالق زبدة سايحة حوالي 60 جرام. ومعانا هنا الصينية اللي هعمل فيها، دي صينية قابلة للفتح عشان انا حابة اطلعها واقدمها بشكل كويس. لو مش متاح نعملها في قالب بايركس عادي، هنحط البسكوت بتاعنا الا معلقتين كده عشان هزوق بيهم في الاخر، وطبعا ده اختياري. هنثبتها كويس باي ظهر معلقه عندنا، نحاول نسويها بقدر الامكان يا جماعه. وعلى التلاجة هنبدا نحضر الوقت الكريمه بتاعتنا. معايا ربع لتر ويبنج كريم اللي هي 250، هضربها مع باكو كريم شانتيه. هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما تبدا تعمل منقار وعلى التلاجة. وهنا معايا علبة بسكوف اللي هو زبدة اللوتس 300 جرام، هاخد منها 3 معالق كبار هقلبهم على علبة كيري 250 جرام. ممكن تستخدموا كيري، ممكن تستخدموا فيلادلفيا او اي نوع تفضلوه، بس اهم حاجة تكون غير مالحة. حطيت عليهم معلقتين كبار سكر بودر وقلبتهم على الكريم شانتيه اللي انا محضراه. كده الكريمة جاهزة عندي. هبدأ انزل بيها بقى على البسكوت بتاعي، طبعا مطلعاه برده من التلاجة. هافرده عليها كويس ضهر سكينة أو ضهر معلقة وسووها قدر الإمكان، عشان لما نطلعها من التلاجة يبقى شكلها حلو وإحنا بنزوقها. وهنا أول ما طلعتها من التلاجة طلع بمنتهى السهولة، ورقة الزبدة اللي تحت مسهلة عليا إن أنا أخرجها من الصينية. سيحت شوية من زبدة اللوتس بقى وبدأت أزوقها بيها من الأطراف زي ما انتوا شايفين. واللي هيتبقى منها بقى هحطه على الوش بتاعها وافرده بظهر سكينة عندي بالطريقة دي. طبعا ده كله اختياري، مش حابين تعملوا تستغنوا عن خطوة من الخطوات او تعملوها بالظبط، ده يرجع لكم. اختاروا الطريقة اللي انتوا تحبوا تزوقوها بيها. انا اخترت الطريقة دي. وده البسكوت اللي احنا كنا ضاربينه في الاول، قلت لكم هنشيل منه معلقتين عشان نزوق بيه. انا حطيته بالمنظر ده على الاطراف بتاعه الكيكة كلها. وهحط في الاخر بسكوتة لوتس في النص. وممكن مع التقديم لما تقطعوا القطع تحطوا بسكوتة على كل قطعة، برضو بتدي منظر حلو للكيكة في التقديم. وبعد ما نخلصها خالص هندخلها التلاجة على الأقل ساعتين 3 برضو عشان الكريمة عندنا تمسك كويس. وجربوها وبألف هنا وشفا.